صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم أول درجة وبإلغاء قرار سحب جنسية السيد أحمد الجبر وعائلته. هذه من الأحكام التاريخية اللي يفخر فيها المواطن في الكويت، خاصة من القضاء الإداري اللي نعول عليها الكثير في طول مراحلنا. فالقاضي الإداري هو قاضي الحريات، وهذا ما نأمله دائما من إخواننا في القضاة. اليوم بعد هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ، هو حكم نهائي صادر باسم صاحب السمو مشمول بالنفاذ. الحكومة عملت إشكال قبل فترة ونرفض الإشكال، الآن أصبح لا مجال لديها إلا تنفيذ هذا الحكم. هناك الكثير يقولون لنا الداخلية لن تنفذ حكم إعادة جنسية، الناس تراهن على هذا الأمر، لكن إحنا في دولة سيادة قانون واحترام القوانين واحترام الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو. وكنت أقول دائما مو معقولة وزارة الداخلية بالذات أو أي وزارة ثانية ما تنفذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو، هذا أمر غير طبيعي، خاصة أن الأحكام والقوانين تعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام بالسجن 6 أشهر وبالعزل من الوظيفة. إحنا إن شاء الله ما نوصل لهالمرحلة. إحنا بدينا في المجلس وقلنا للحكومة إحنا مادين يدينا لكم، وإن جيتونا خطوتين جيناكم 10. في موضوع الجنسية قاعدين نتدرج سواء كان بالتشريع أو عن طريق القضاء. اليوم جاء هذا الحكم القضائي مساند لشغلنا داخل المجلس. هذا الأمر وهذا الحق رجع لأصحابه بأحكام محاكم الكويتية الصادرة باسم صاحب السمو. الآن لا مفر من الداخلية إلا أنها تنفذ هذا الحكم. يجب على الداخلية أنها تنفذ هذا الحكم بأسرع وقت ممكن. وإحنا نخاطب معالي الوزير ونقول له إحنا متأملين كثير والشعب الكويتي متأمل كثير، مثل ما سحبتوا الجنسية في العشر الأواخر ردوا الجنسية قبل رأس السنة، خلوا العيال والأهل يفرحون. عندنا 5 أيام عمل إن شاء الله أنها ترجع الجنسية قبل نهاية هذا الأسبوع، خاصة أن الحكم نهائي وخاصة أن الإشكال رفض ولا يوجد هناك طريق. وهذا اليوم تنفيذ الداخلية لهذا الحكم بأسرع وقت ممكن بدون معوقات بدون تعطيل يعطينا مؤشر إيجابي أن الكلام اللي نسمعه حول ملفات الجنسية أنه الأمر سليم وأن الأمر دقيق وأن الحكومة داشة بوجهة نظر أخرى تنشد التعاون اللي إحنا ننشد له. هذا اليوم هو الاختبار الجدي اليوم فيما يتعلق بملف الجنسية. هذا الاختبار الجدي في ملف الجنسية تنفيذ حكم الجبر، إن تم تنفيذه وهم أصلا مجبرين تنفيذه لأنه صادر باسم صاحب السمو محاكم استئناف ونهائي، لكن من باب التعاون نقول إن تم تنفيذه بأسرع ما يمكن يعطينا مؤشر طيب أن الحكومة مادة إيدينها لنا أيضا، وفي نفس التوقيت تبي تفرح الناس وترجع الحق لهم. أتمنى إن شاء الله من معالي الوزير أنه ينفذ هذا الحكم خلال هذا الأسبوع، وإن شاء الله أنها تكون بداية خير وصفحة جديدة للتعاون بيننا وبين الحكومة. شكرا. إن لم يتم تنفيذ الحكم هناك طريقين. الطريق الأول اللي هو حسب قانون الجزاء من يمتنع عن تنفيذ الحكم يسجن 6 شهور ويعزل من وظيفته، وزير أو غير وزير. والطريق الآخر المساءلة السياسية، كل عضو يملك أن يسائل الوزير عدم تنفيذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو، الأحكام النهائية الصادرة باسم صاحب السمو، كان وزير الداخلية أو أي وزير آخر. وهذا أمر معروف، وهذا أمر لن يتردد عنه أعضاء مجلس الأمة في مساءلة أي وزير يمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو. لا نتكلم عن هذه القضية بالذات، نحن نتكلم بشكل عام، كلهم أمام القانون مسطرة واحدة، وأي وزير يمتنع عن تنفيذ الأحكام احنا أكيد راح نوصل معاه إلى أقصى المراحل ومن ضمنها المساءلة. لكن احنا نتمنى أن ما نوصل لهذه المسألة. أحكام صادرة باسم صاحب السمو وأحكام قضائية، نحن مؤمنين بالقضاء ولجأنا للقضاء، وأحكام صادرة باسم صاحب السمو نتأمل إن شاء الله أنه ينفذونها بأسرع وقت.